السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصابلي، غادي نخرج منه جوج انواع، جوج اشكال ديال الصابلي. تيجي رائع. المكونات اللي غادي نحتاجو: عندي جوج كيسان ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، وكاس ونص ديال زيت المائده بقياس كاس العنبه. عندي واحد العلبه ديال الفلون كراميل، والدقيق على حساب الخليط. ساشي ديال الباني من فئة 7 غرام ونص. علبة ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. 4 البيضات. قبيصة ديال الملح. ملعقة كبيرة ديال الجليكوز. ندوزو للطريقة ديال التحضير. خديت قصرية اللي غادي نوضع فيها كاع المكونات. عندي علبة ديال الزبدة وتكون ملينة، ديرها 200 غرام. تنخرجوها من الثلاجة من قبل باش تساعدنا في الخلط. ندير قبيصة ديال الملح، فاني، جوج كيسان ديال السكر سنيده، غادي ندلكها مزيان تدخل السكر، يدخل في الزبده. غادي نزيد الزيت، عندي كاس ونص ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان حتى تولي على شكل بوماد اولا شكل كريمي. تنخدموها مزيان باش ما تبقاش تبان في العجين في الزبده. دابا غادي نزيد البيض، وغادي نزيد نخلطها مزيان. غادي نزيد هاد الملعقه ديال الجليكوز، تيعطيه الصابلي، تيعطيه واحد القرمشه وتيخليه مجموع. علبه ديال الفلون كراميل تبقى اختياريه. وغادي نخلطها مزيان.
ودابا غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. دابا في هذه المرحله ما غاديش نعجنو، غادي غير نخلطو ونجمعو بالاصابع. الدقيق راه مغربل. صافي بعد ما تجمعت راه تولي تجمع وما تلتصق لا في اليد لا والو. دابا غادي الا بغينا نخدمو بها نخدمو بها، اولا ندخلوها للثلاجه تقريبا واحد الساعه ونخدمو بها عادي. دابا غادي ندوزو نشكلوها. صافي العجين انا رجعتها لهاد البول هادي، غادي نخدم بها مباشره ما ندخل لا للثلاجه لا والو. غادي ناخذ بلاستيك، غادي ناخذ كميه من العجين وغادي نوضعها ما بين جوج بلاستيكات. وغادي نطلقها. ما غاديش نرققها بزاف لان غادي ندير لها الشوكولاته من الفوق. عندي جوج قطعات اللي غندير قطعه مربعه وقطعه دائريه، وغادي نقطع. غادي نشكل صافي. غادي نوضعها في الطاوه ديال الفرن. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل كميه.
هنا بعد ما كملت عمرت هاد الطاوله هادي، ردت فيها الشكيلات بجوجهم، غادي ندخلهم للفران يكون مسخن من قبل وعلى نار مهيله، ونحطيوهم باش ما يتحرقوا لينا لا والو، طيبهم من الفوق ومن التحت، عاد نكملوا الوصفه كامله. هنايا من كيشط لنا العجين ما كنجمعوش، كنشدوه كنديروا بحال هكا، هنا كنطويو وكنطلقوه، ولا نزيدو شويه العجين، نزيدو شويه العجين لهنايا صافي وكنطلقوه. دابا غادي ندي الطاوه للفران حتى غطيب من الفوق ومن التحت، عاد نرجعو نكملو الوصفه. هنا بالنسبه للتزيين، هنا عندي كميه ديال الشوكولات كالا، نوعيه ديال الكالا اسود، وعندي ابيض. غادي ناخذ واحد الكاسونه وغادي ندوبهم صافي. هنا بعد ما دوبت الشوكولات راه درتو في هاد القرعه هادي، هاد القنينه هادي باش تساعدنا باش نخويه هاد التشكيل هذا الدائري، وهاد الشكل مربع هذا غنديروا الشوكولاط الابيض وهذا الشوكولاط الاسود. غادي نخوي بشويه صافي. بعد ما كنكمل هذا كنقادو هكا على سطح العمل باش يجي الشكل ديالو مقاد ومتساوي. غادي ندخلهم للثلاجه، وبنفس الطريقه غادي نصايب به الشوكولاط الابيض صافي. هذا هو الصابلي بعد ما خرجته من الفران راه كيجي محمر، تنقابلوه باش ما يتحرقش لينا، وكيجي محمر من جوج جوايه. عندي هنايا الشوكولاط اللي ذوبته على هذا الشكل مربع، وهذا الشكل ديال الاسود على هذا الشكل دائري. عندي هنايا كاوكاو كونكاسي حمرته وشكلته بحال الشكل. عندي الشوكولاط للتزيين رولي رقيق. هنايا عندي 2 معالق ديال الناباج مع ملعقه كبيره ديال الجليكوز، هو اللي التلصيق اللي غنلصق فيه الصابلي. غادي ناخذ الصابلي المربع بحال هذا الشكل، غادي نغطس شويه الناباج والجليكوز، غادي نوضع هذا الموتيف بحال هكا. تيجي بحال هذا الشكل، وتزين راه كنزينو بهذا الشوكولاط هذا الغوز. زين تبقى اختياري، تيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذا الدائري حتى هو بنفس الطريقه، كندهن دهنه كلكم تستعملوا الشتاء. غادي نحطها في الوسط بحال هذا الشكل، وغادي نغطسها في كاوكاو هاشم. تيجي على هذا الشكل. تندير واحد الدهنه خفيفه للوسط، كندير فيها عقيقه فضيه، دير 3 الحبات ولا 4 ولا بحال هذا الشكل كيجي. وبنفس الطريقه غادي نكمل الكميه كامله وندوزو نشوفوا الشكل النهائي. باش ما نطولوش الفيديو غندوزو نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي، كيجي رائع شكلا ومذاقا. تيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره، ممكن توجدوها في العيد ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والهنا ان شاء الله، وتنتمنى تجربوها لانها كتستحق التجربه. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوه مع العائله والاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده، وديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. والى فيديو قادم ان شاء الله.